أنا اليوم أقسم بربي الحين كل نقول نحن فقراء مساكين وحلينا، والله ما فقراء، نحن فقراء طلعنا، نحن مساكين طلعنا. قالت لي الشرف والإنجليزية قالت لي طالع يمكم غاية دائما حكم في سوق السمك نقول وحلينا فقير وفقير حكم استولى على سوق السمك في كل مكان. هم يشغلون المواطن الحين في سوق السمك. الشعر بيت، أزيدك من الشعر بيت يا أبو راشد. عندي بيت ولدي الله يخليه عمره 10 سنين، تعرف شو يقول لي وانا وصلت لنا المدرسة؟ يقول لي امي نحن متحتلين الهنود، ليش محتلين بلدهم؟ قلت له اي بلد يا عبيد، يفتكر احنا محتلينهم، تخيل يفتكر التاريخ وهم اصلا هاي بلدهم ونحن مستوطنينها. هاي الحين الكبار التحرش ذي ما بارد جاهل ما يعرف شيء. اليوم يسألني وانا سارة اوديه المدرسة. تعالي يوم اللي بوديك يوم الجمعة لفي على الكورنيش، تعالي لفي على الكورنيش الله يخليك. لفي اذا قدرتي تنزلين انا اعطيك سنتين. يا ابو راشد يا بلادي لوكل. هنا. المصري يقول لي زبالة يا بلد اللي ما بتفهموش القوانين، عشان وقفت غلط بدون ما ادري واعتذر لي بكل هدوء. والحين الهندية تقول لي يا ربش. وصلنا الحين استوينا مثل عوم، المثل عندنا مثل الله يطول لي عمرك يقول المثل عومة ماكولة مذمومة. والله ان العومة اطيب عنا يا ابو راشد. صدقيني الحين اصبحنا كذي عومة ماكولة مذمومة. ياكلونا ويذمونا اخر شيء، ليش ما ادري سبحان الله. وصلنا لهالمستوى، مستوى والله وصلنا عمارنا، وصلنا عمارنا اختي العنود، وصلنا عمارنا. ما حد وصلنا، نحن وصلنا عمارنا. انا نزلت من سيارتي ما قدرت انطق لان الموقف اكبر مني انا اتخيله، اكبر مني انا اتخيله. اي هوية، خلي يسمونه عام انكسار، عام امتهان المواطن، عام انقراض المواطن، عقب يدورون مع الديناصورات لما بيبحثون عن ان كان في بحث عن الديناصورات يدورون وين المواطن. اقسم بربي لو احصل جنسية دولة اجنبية لاتخلى اليوم عن جنسية الامارات. انا واحد ما اقدر. انت ما تقدر؟ ما اقدر، بلدي ما اقدر ولا اقدر اعيش في بلد غيره بعد. تعرف ليش؟ ما اقدر بلادي. ليش؟ بقول لك ليش؟ نعم. ليش انا سهل علي هالكلام؟ لاني في البلد الاجنبية فاسمي غريبة فغربتي بتكون سهلة، لكن غربتك بين اهلك هاي صعب، هذا المر هذا الموت بعيني يا ابو راشد. كائنات في سبيلها للانقراض، الحوت الازرق والدب الباندا والنمر العربي واهل الامارات. مو باهل الامارات، مواطنين الامارات، اهل دبي. انا ما اقول اهل الامارات، كل واحد اقول اهل دبي. كلها في نفس السفينه طويله العمر. اهل دبي في نفس السفينه. اللي يسبني واللي يهيني، اللي دخلوا فينا العدوانيه. ليش؟ وين احنا؟ وين كنا؟ اي عام هويه هذه؟ يضحكون علينا بالله عليك، تعالوا طفرونا، تعالوا سجلوا هويتكم. اي هوية هذه؟ خليها في كل لحظة. خليها بس الحين بعد ما تكون ما نتشائم. لا متفائلين خير، متفائلين خير ان شاء الله. اي تفاؤل؟ لا متفائلين خير ان شاء الله. اعطني اي مؤشر يدري. لا في ان شاء الله. في مؤشر واحد. في مؤشرات وانا مستعدة احس بالتفاؤل وياك. يستوي ان شاء الله. بيستوي بعد ما بيغفلون عنه. بيستوي بعد شو؟ لا ما بيغفلون. تاكدي طول كلامك. كوني على يقين افتي، كوني على يقين. ان سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد يا رئيس الدوله الله يحفظه. الله يحفظه يا رب. الشيخ زايد اعطاه هذه الدوله مثل امانه خلاها في يديه، زين لما توفى الله يرحمه. ايضا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس اتمنى اخوانهم حكام الامارات يحبون الامارات والله مثلنا واكثر عنا، والله لا هذا ما في شك. يحبون الامارات مثلنا واكثر عنا، فمستحيل يدخلون هنا. ما في شك. وقدر الامكان جزاهم الله خير يراكضون بيديهم وبريولهم، يعني مثل ما تقول لاجل مصلحتنا ولاجل مصلحه وطننا. ولكن الواقع ان شاء الله يتغير، ان شاء الله بيدينا نغير الواقع يا طويلة العمر. نغير شو؟ انا بس بعباره واحده ابغى انهي حديثي وياك، اسمح لي. تفضلي. احنا مستميتين ليل ونهار جالسين في تنمية عمرانية، وفي في مقابل مع كل طابوقة تنحط وكل حديدة تنحط في مواطن ينهدر. يعني انت تنمي عمرانيا وتنهي بشريا لقوة اللي حافظ عليها زايد الله يرحمه. هذه رسالتي واتمنى توصل. جزاك الله خير وشكرا يا ابو راشد. الله يطول عمرك. مع السلامة. حياك الله يا ابني. يا هلا وسهلا يا عبد الرحمن.
إلى هنا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام نأتي إلى